أخيرا وبعد طول انتظار أول دفعة من الدعم الاجتماعي المباشر، مليون أسرة اللي غادي تستافد من الدعم في هذه الدفعة الأولى. شكون اللي غيستافد وشكون اللي ما غاديش يستافد؟ المهم أخوتي خليكم معنا كيف ما العادة وكيف ما القاعدة، بارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل. الدال على الخير كفاعله كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. خليكم معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم. تحية طيبة للجميع. وأخيرا وبعد طول انتظار أول دفعة من الدعم غيستافدوا منا الأسر المغربية الفقيرة والهشة. المهم أخوتي، من بعد ما أعلنت الحكومة عن يوم الانطلاق اللي هو 28 دجنبير اللي غادي يكون الخميس بإذن الله عز وجل، غتكون أول دفعة من هاد الأسر اللي غتستافد من هاد الدعم هادو. شكون هما هاد الأسر اللي غادي يستافدوا؟ الأسر اللي غادي تستافد هي الناس اللي تسجلت في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وحصلوا على المؤشر لا يتجاوز عتبة ديال الاستحقاق اللي حددتها الحكومة اللي هي 9.74، ومن بعد تسجلوا في منصة www.asd.ma، والآن تم معالجة ديال الطلب ديالهم وغادي يستافدوا. الناس اللي عندهم كما كتشوفوا معنا الآن، يعني الحالة ديال المعالجة راه تم التفعيل ديالها، يعني مفعلة. هاد الناس هادو غيستافدوا من الدعم. الناس اللي عندهم كما كتشوفوا في الصورة في طور المعالجة هادو باقي ما غاديش يستافدوا. والناس اللي عندهم تم رفض الحساب البنكي، هاد الناس هادو أغلبية ديالهم عندهم مشكل في الحساب البنكي. علاش؟ لأنهم دخلوا الحساب البنكي ماشي ديال رب الأسرة. والناس الآن بقات كتوصل برسائل عبر الهاتف ديالهم كتقول لهم الحساب البنكي لا يتطابق مع الاسم ديال رب الأسرة اللي مسجل في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد. لذلك الناس اللي باغا تستافد من الدعم وعندها هاد المشكل هذا ديال الحساب البنكي، اذا ما كانش عندهم حساب بنكي شخصي ديالهم يمشيو يفتحوه، وعندهم واحد الخانه كما شرحت لكم يمكن لكم تغيروا الحساب البنكي ديالكم باش يتحل لكم هذا المشكل هذا. الناس اللي عندهم في طور المعالجه راه هادو ان شاء الله من بعد ما غيتم المعالجه ديالهم غادي يستافدوا من الدعم. والناس اللي ترفضوا يعني ردوا عليهم انهم عندهم الرفض. كاين الناس اللي ترفضوا كيقولوا باللي تم الرفض ديالهم. المهم اخوتي، اللي عليكم هي انكم تنتظروا، والناس اللي غتستافد غيبداو ان شاء الله يستافدوا ابتداء من يوم الخميس 28 دجنبير، يوم الخميس المقبل. ما عليهم الا انهم يراقبوا الحساب البنكي ديالهم يوم الخميس 28 دجنبير او 29 حتى 30 حتى بدايه ديال الشهر. المهم يعني غيتوصلوا بالدعم ديالهم. في النهايه ديال الفيديو خوتي كنتمنى تخلوا لي الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.